نص انسان ونص عجلة. بجد مش عارف ايه ده. انا شايفها بطة بصراحة، والشو يحس انك زهقت. المشكلة فينا بجد، يعني احنا اللي بنكتب برومبتس غلط. ازيكم؟ شفنا كمية الادوات اللي طلعت اللي بتعمل صور من الذكاء الاصطناعي بكتابة بس او بنص بس من عندك، اللي انتشرت كتير الفترة اللي فاتت. لكن نقدر نعتبر ان جزء كبير برضه من الصور ديت الانسان هو اللي عامله، ان هو وصف المشهد او الحاجة اللي هي في دماغه واداها للاي اي عشان يشكلها او يعملها. اعتقد في ناس نفذت الفكرة دي برضه، ولكن جات لي فكرة ان انا اخلي شات جي بي تي هو اللي يكتب البرومبتس او الاوامر لادوبي فايرفلاي. انا بستخدم ادوبي فايرفلاي كاداه تكست تو ايمج، يعني انا بكتب له النص وبيحوله لي لصوره. لو انت مش فاهم الموضوع ده او ما سمعتش عن الادوات ديت فانت بجد فايدك كتير قوي. حاول تتابع اللي بيحصل اكتر، ولكن افهمك ان شاء الله في الفيديو ده كل حاجه عن الموضوع ده. فانا طلبت من شات جي بي تي 10 برومبتس بتصف مكان او بيئه معينه او صوره، وال10 برومبتس دول جاهزين. انا لسه ما جربتهمش على ادوبي فايرفلاي، لكن عايز اشوف النتيجه اللي هتطلع مع الوصف الدقيق لشات جي بي تي. زي ما انتم عارفين فاهم حاجه في الادوات ديت او العامل الرئيسي اللي بيغير في النتيجه هي البرومبتس او الاوامر اللي انت بتديها للادوات ديت، وفي الغالب بتبقى نص. فزي ما قلت عايز اجرب ان يكون النص ده كمان الاي اي هو اللي عامله. خلينا نشوف ال10 برومبتس اللي شات جي بي تي كتبهم لي. انا بستخدم شات جي بي تي من موقع PEO.com، كنت اتكلمت عنه قبل كده في شورت فيديو. الموقع سهل جدا وبيديك اكسس لتشات جي بي تي مجانا. فانا في البدايه كنت بقول له يديني 10 برومبتس عشان انشئ بيهم نص من صوره في ادوبي فايرفلاي. ما فهمنيش، اداني اوامر الديزاينات وده مش اللي انا عايزه خالص. فقعدت اكلمه وافهمه اكتر لغايه ما وصلت للحاجه اللي انا عايزها، وهي 10 برومبتس لاماكن طبيعيه او بشر او مدينه او ايا كان. فدول ال10 برومبتس جاهزين. الاي اي برضه هو اللي عملهم. في خلينا نشوف ادوبي فايرفلاي هينشئ ايه. اول برومبت هو ده، طبعا الترجمه هظهرها لكم. صوره لاندسكيب عريضه فيها جبل وسما زرقاء وغيوم وبحيره كبيره معكوس عليها الصوره ديت. خلينا ناخد البرومبت كامل كده وهروح لادوبي فايرفلاي. كنت اتكلمت عن ازاي تستخدم الاداه ديت، فاروح على تكست تو ايمج على طول، اختار جنريت واعمل هنا بيست للبرومبت اللي شات جي بي تي كتبه لي او البرومبت ده، وخلينا نختار جنريت. هي لاندسكيب فانا مش عايز الاسبكت ريشيو يبقى كده، خليه وايد سكرين اللي هي صورة عريضة، يعني مش مربعة او مش فيرتيكال، خليها مربعة. وانا عايز صورة حقيقية مش ارت او جرافيك، صورة بس. ده اللي هنعمله كل مرة مع ال10 برومبتس. عايز صورة تبقى واقعية جدا، احاول اشوف هل فعلا هقدر افرق بينها وبين الحقيقة ولا لا، او على الاقل هتكون قريبة من الصور الحقيقية ولا لا. اه النتيجة حلوة قوي بس مش واقعية بصراحة. باين قوي ان هي مش حقيقية. دي ممكن تبقى واقعية شوية بس ما فيهاش تفاصيل، يعني مبكسلة، مفيش تفاصيل في الصور. بحسها ناعمة قوي، لكن النتيجة حلوة قوي. وفعلا عامل اللي انا طالبه فعلا بجد. الفلافي وايت كلاودز، الغيوم البيضة ديت والسما الزرقاء والبحيرة الكبيرة اللي معكوس عليها المنظر والجبال ديت، هو فعلا عامل اللي شات جي بي تي كاتبه له بالظبط بكل التفاصيل المكتوبة. اعتقد دي ممكن تكون اقرب واحدة للحقيقة. اول برومبت نتيجته كويسة جدا لكن مش واقعية قوي. خلينا نشوف البرومبت اللي بعده. البرومبت ده فيه تفاصيل كتير قوي. كاتب لكم برضو الترجمة بتاعته. فيه تفاصيل كتير جدا. انا بجد عايز اعرف ايه اللي هيحصل. انا فعلا ما جربتش البرومبت دي خالص. انا جربت اول برومبت ده، لكن من بداية البرومبت ده ما جربتوش، او الصورة ديت ما جربتهاش. فانا فعلا عايز اعرف ايه اللي هيطلع لي او النتيجة اللي هتبقى موجودة. ماشي جنريت. هو في العادة برضه بيتأخر. عملت فيديو قبل كده ودايما بيتأخر، بيقعد تقريبا 3 أو 4 دقايق. واو، ده حرفيا اللي طلبه بالحرف. انا مش بجد مش عارف. طب دي صور الاي اي هو اللي عاملها. انا مش عايز اخلي حد يشوف الصور ديت، فدول مش ناس حقيقيين. فانا مش عارف في الحالة دي دي حاجة حرام ولا لا ان انا اخلي حد يشوف الصور دي. اصلا في العادة ما بحبش ان يبقى في صور بنات بشعرهم في الفيديوز بتاعتي، عشان في ناس كتير بتشوف الفيديوز ديت واكيد بيبقى عليها ذنب. لكن انا مش عارف في الحالة دي هيبقى الموضوع عامل ازاي، فانا هخليها. ده حرفيا اللي طلبه شات جي بي تي بجد. بجد الصور ديت حقيقية، ما تقدرش تقول الصور ديت مش حقيقية. الصور دي حقيقية فعلا. لا بجد لحد دلوقتي لما بخلي شات جي بي تي هو اللي يعمل البرومبتس ديت الموضوع بيختلف تماما. الصور واقعية جدا. المشكلة فينا في الاخر. يعني انا كنت بقعد اعمل برومبتس واوامر لتكست تو ايمج لادوبي فايرفلاي من دماغي، بس ما بتطلعش النتائج دي. بتطلع نتائج سيئة جدا، مش بالمثالية دي خالص بجد. خلينا نجرب البرومبت اللي بعده. البرومبت ده كويس برضو، فيه تفاصيل بجد. البرومبتس كويس قوي. انا ما قريتهاش اصلا، يعني انا لسه بقرا البرومبت التالت دلوقتي او الصوره التالتة ديت. فيه تفاصيل كتير قوي وبرضو عايز اعرف ايه اللي هيحصل. خلينا نكتب البرومبت هنا، كوبي بيست و جنريت.
هو بيطول بس النتيجة بتطلع كويسة قوي في الاخر لما بيطول، في الغالب يعني. لا في الحالة ديت الصور حلوة قوي، والتفاصيل عاملها فعلا صح. بليت اوف بانكيكس، البانكيكس موجودة. كوباية قهوة، فازة فيها ورد، نور طبيعي، وجو دافي فعلا. النتيجة حلوة قوي. دي تكاد تكون أقرب واحدة للحقيقة. برضو مش حقيقية قوي. دي ممكن يعني فيها تفاصيل شوية بتخليها حقيقية، لكن هي مش حقيقية. دي برضو كوب القهوة والفازة شكلها حقيقي أوي، والبانكيكس شوية. دول بس، لكن هنا لأ. حلوة النتيجة، كويسة برضو قوي، رغم ان هي مش واقعية زي النتيجة التانية او الصورة التانية، لكن برضو النتيجة كويسة جدا، والتفاصيل فعلا بيجيبها صح. وما بيسيبش اي كلمة مكتوبة يعني. حلو قوي بجد. النتيجة هنا برضو كويسة جدا، لكن التانية احسن. خلينا نجرب البرومت الرابع اللي بعده. صورة مدينة مزدحمة فيها دراجات وسيارات ومباني في الباك جراوند. خلينا نشوف هيعمل ايه. خلينا نشوف الصور كده. الصور من بعيد لا بأس بها، لكن خلينا نشوف كده. hmm. what is that؟ وده ايه برضو؟ ودي طيارة واقعة على الأرض ولا ايه؟ احسها سيارة بعجلات، مش ده كشاف ولا إشارة بقى؟ نجيب لأ. الصورة من بعيد واقعية، لكن لما بتشوف التفاصيل هاي دي التفاصيل. مش عارف ده ايه. العربيات كلها مش حقيقية يعني. في حاجات مش بتتعمل. الحاجات الطبيعية او صور الاشخاص بتتعمل كويس، لكن السيارة اصلا المفروض تبقى نوع سيارة معين، في الغالب ما بتعملهاش، ما بيعملهاش كويس، لان جربت قبل كده في كذا برومت. المباني كويسة جدا. ده انسان، نص انسان ونص عجلة. بجد مش عارف ايه ده. لا اللي هو وحش جدا في المدن. انا عارف ده من الاول يعني. وكنت متوقع ان هو يعمل حاجة زي كده. سيء جدا. نجرب البرومت الخامس. محتاج اروح افهمه. نسر قاعد على شجرة، وبيبص بنظرة حادة في الحياة البرية. ماشي. اعتقد هتبقى الصورة النتيجة كويسة، لان هو بيعرف يعمل المناظر الطبيعية كويس جدا. لكن حاسس ان الحيوان او النسر ده مش هيبقى كويس، لانه برضو الحيوانات بيطلعها في الغالب احيانا مشوهة. بس عندي فضول برضو هيحصل ايه. اه حلو قوي، حقيقية كمان. شوف. مشوهة. ده نسر. ده ايه؟ انا شايفها بطة بصراحة، مش قادر اشوف عنها حاجة تانية. بس كل حاجة كويسة، بس جه عند التفصيلة ديت وبوظ كل حاجة. يعني لو عملت بس زوم خلاص انا عرفت ان الصورة دي مش حقيقية، لكن من بعيد كده لما نبص عليها ايه ده، صورة حقيقية جدا جدا، واقعية قوي. بس خلينا نشوف الصورة الأربعة التلاتة التانيين. دي واقعية جدا جدا، بس خلينا نشوف. احسه كرتوني قوي شوية، كرتوني شوية المكان ده، غصن الشجرة ده، وكمان البتاع حاسه اوفر ساتوريتد شوية برضه. دي احسن صورة، وبرضه دي. الاتنين دول واقعيين جدا جدا. بجد ما اقدرش اتخيل ان انا ممكن افكر ان الصورتين دول مش حقيقيين، رغم ان العزل برضو يعني الباك جراوند بلوري قوي مش باينه، لكن محدش بيركز في التفاصيل ديت. الصوره باينه ان هي واقعيه جدا، بس ده مش عارف ايه ده. لكن الصورتين التانيين كويسين جدا. خلينا نجرب البرومت اللي بعده، اللي هو البرومت السادس. A macro photo of single raindrop on a leaf, the detail and texture. حلو، دي بيبقى فيها texture وتفاصيل قوي. حلو البرومت ده قوي. خلينا نشوف هيعمل ايه. حلو، نايس، واقعية جدا، صور حقيقية كلها. ما اقدرش اقول ان الصورة دي مش حقيقية. دي بالذات، دي بالذات. لكن هنا في مشكلة. ده ايه؟ مش فاهم بصراحة. الانعكاس ده ما بيبقاش بالشكل ده. اعتقد دي اكتر واحدة واقعية فيهم. عظيمة أوي بجد. ما توقعتش ان يبقى فيه التفاصيل ديت، ومش مبكسلة. لا، في تفاصيل فعلا. انا لو عملت زوم، رحت فتحتها على فوتوشوب وعملت زوم، الاقي فعلا التفاصيل موجودة. تاني نتيجة كويسة جدا جدا جدا. بجد انا منبهر من النتائج ديت. معظم الحاجات النتائج اللي بتطلع دقيقة جدا، وما بيسيبش وصف واحد شات جي بي تي مديهوله ما بيطلعهوش في الصورة. المشكلة فينا بجد.
يعني احنا اللي بنكتب برومبتس غلط، مش هو مش غلط. ال AI بيعمل اللي احنا عايزينه في الغالب. حلو البرومبت ده، برضو عندي فضول برضو هيعمل ايه. حاسس ان هو هيطلعه كويس جدا، بس من غير سيارات بقى. لو كان في سيارات هيطلعه وحش جدا، السيارات دايما بتطلع وحش. خلينا نشوف هيطلع ايه. اعتقد ان هو هيطلع كويس جدا. نايس، حلو قوي. ما تفهمش الصورة في ايه وفين وبتصورها منين والمكان ده ايه، لكن الصورة حلوة يعني. لا، دي سيئة اوي. ايه ده؟ مش عارف. يعني البرج ده ظاهر كويس، والابراج اللي دي بس ديت مبوظة كل حاجة. هنشوفهم واحدة واحدة. ده كويس شوية، مع ان يعني انا لو شفتها مش عارف ان دي مدينة بصراحة. دي كويسة قوي، وفي الغالب ده بحر مثلا او كده. الصورة كويسة يعني، دي كويسة قوي. عكس ما توقعت حاجة احسن من كده بكتير، لكن الصورة كويسة قوي قوي. وبرضه فيها تفاصيل وقريبة جدا من الوصف يعني. بس في نتائج احسن، في البرومتس الباقيين عملوا نتائج احسن بكتير. هنجرب اللي بعده عشان الفيديو ما يطولش ويحس انك زهقت. سوكر بلاير، شخص هيطلعه، مش عارف هيطلعه عامل ازاي. حلو، الوصف حلو قوي. الوصف دقيق جدا وفيه تفاصيل زي البرومتس التانية. اه ايه ده عنده؟ طيب، دي كويسة، ممكن اعتبرها هي. بس ايه ده؟ هو ايه ده؟ برضو في تفاصيل كتير بتبوظ. والكرة دي بصراحة انا اول مرة اشوف كرة بالشكل ده. والمرمى، أنا مش عارف ده مرمى اظن المرمى ده حقيقي، في مرمى بيبقى كده. ودي مش كرة قدم. ايه ده؟ الجزمة ما تبقاش كده. لا، وحش قوي. ماشي، معبد في قارة اسيا. ده 9 برومبت لحد دلوقتي. في الاول كان في 3 او 4 برومبتس كان النتائج بتاعتهم كويسه قوي قوي. لكن في برضو كتير كان بايظ قوي يعني. يعني في منهم كان كل النتائج زي بتاعه الكوره ديت، كانت كل النتائج وحشه جدا. اه حلو قوي. واو. دي صوره حقيقيه، ده مكان حقيقي بالنسبه لي. حلو قوي بجد، نتيجه واقعيه جدا. وصعب جدا اعرف ان دي معموله بالاي اي. حتى خلينا نشوف كده في التفاصيل، ممكن نشوف حاجه غلط. في حاجات غلط بس. في حاجه غلط. الصورة واقعية جدا. خلينا نشوف الصورة التانية. دي أحسن بكتير. والطبيعة حقيقية والشجر يبان واقعي جدا. ودي برضو الصور كلها بجد، ما اقدرش اقول ان في واحدة من دول مش حقيقية. دي بجد احسن واحدة يعني. هو مبنى، انا مش قادر افهم المبنى فين بس، وبدايته فين وفين الطوابق، لكن هو واقعي جدا. برضو ديت من احسن النتائج. ممكن اعتبرها احسن نتيجة لحد دلوقتي، او ممكن لا، البرومت التاني كان احسن. اخر برومت black and white photo. ماشي، دي صورة ابيض واسود. في الغالب انا حاسس هتطلع نتيجة كويسة جدا. طول اول مرة دي. نتيجة مخيفة قوي، بس واقعية يعني. هو فعلا ال الشرح المكتوب هو ده فعلا وصفه. الصورة واقعية جدا. حلوة قوي، واقعية جدا وتعتبر مطابقة للوصف ده. بس كده، دول كانوا العشر صور اللي طلعوا 100% بالذكاء الاصطناعي. انا ما دخلتش خالص، بس طلبت من شات جي بي تي ان هو يكتب لي البرومتس ديت او الاوصاف ديت. وتقريبا معظم الصور طلعت واقعيه الى حد ما. تقريبا في 3 او 4 صور كانوا واقعيين تماما. انا نفسي ما قدرتش افرق بينهم، حتى بدور على تفاصيل غلط او حاجه زي كده. لكن الصور بتبقى واقعيه جدا. ايوه فعلا، في الغالب المشكله بتبقى في الوصف بتاعنا. بمعنى ان احنا طول ما هنكتب وصف ادق ووصف احسن، هيطلع لنا نتائج افضل بكتير. مع ذلك برضو في مشاكل وقصور في ادوات الذكاء الاصطناعي ديت. زي مثلا في ادوبي فايرفلاي، موضوع السيارات ده بيبوظوا دايما. انا جربت اوامر كتير، دايما العربيات فيه بتبقى مش حقيقية او فيها خلل او الصورة فيها مشكلة او كده. انا شخصيا متفاجئ، متوقعتش ان النتائج تتحسن بالشكل ده مع وصف دقيق من شات جي بي تي، ولكن هو الموضوع كده. بعد كده احنا المفروض نوصف بقى لشات جي بي تي اكتب لي برومبت لادوبي فايرفلاي عايز صورة كذا، بعدين شات جي بي تي يكتب لي هو البرومبت، وبعدين اجيبه لي ادوبي فايرفلاي او ميدجيرني او الادوات التانية وده which is crazy. فبس ده الفيديو. اتمنى تكون استفدت اي حاجة من الفيديو ده. انا شخصيا استفدت كتير،
في حاجات هغيرها لما اجي اكتب برومتس لادوبي فايرفلاي والادوات التانية. لازم يكون في تفاصيل كتير جدا والشرح يكون واضح للبرنامج. ومع ذلك برضو زي ما قلت في حاجات او اشياء معينة الادوات ديت او ادوات الاي اي ما بتعرفش تعملها لسه كويس لحد دلوقتي. ممكن بعد شهر الاقي المشاكل دي كلها اتحلت. بس كده، ما تنساش تشوف الفيديوز اللي عملتها قبل كده. عايز تجرب البرامج ده، عملت فيديو ازاي تجربه، فشوف الفيديوهات ديت. ومع السلامة، اشوفك في فيديو جديد.